لما اتكلمت معاكم في اول فلوجات بتاعه التحدي، قلت لكم احنا لما نيجي نخس اهم حاجه ان احنا نعرف نتحكم في هرموناتنا. ناس كتير قوي مفهمتش يعني ايه اتحكم في هرموناتنا. خليني اقول لكم هرمون انا اتكلمت عليه في الاول، وهو هرمون الليبستين. وده الهرمون اللي بيبقى مسؤول عن الشبع، اللي هو لو بقى في مستوياته الطبيعيه تلاقي نفسك شبعان ومش محتاج تاكل. ودي مشكله كبيره جدا ان اغلبيتنا طول الوقت نبقى عايزين ناكل، جعانين، مش قادرين نسيطر على نفسنا فبنلخبط. لو جيت بصيت على هرمون الليبتين وشفت ايه اكتر حاجه بتساعده ان هو يبقى في مستويات طبيعيه او يعلى، هتلاقيها الدهون الصحيه. الدهون الصحيه هي العنصر الاساسي انه لما بيكون موجود خلال يومك تلاقي نفسك شبعان. عشان كده انا دايما في انظمه الدايت اللي انا بعملها حتى لو مش كيتو بضيف دهون صحيه. خلي بالكم التوصيات العالميه لنمط الاكل المتوازن بيبقى فيه نسبه دهون ما بين 5 ل10% دهون صحيه. للاسف ناس كتير قوي لما بتيجي تعمل دايت بتمنع الدهون بشكل تام، وده خطأ. الدهون الصحيه بتساعد ان احنا نرفع معدل مستويات الليبتين، فبتساعدك تشبع اسرع. عشان كده لما باجي انسق دايت بحط فيه دهون صحيه. عشان كده لما باجي اعمل التشالنج اللي انا بدات فيها قلت لكم عايزين نتحكم في هرمون الشبع. عشان تقدر تتحكم فيه انت لازم تدخل دهون صحيه. المعلومه دي على قد ما تكون انت شايفها تافهه وسهله، بس هي فعلا سر من اسرار انت ازاي تنجح في الدايت، وازاي تقدر تتحكم في نظام اكلك. التحكم في نظام اكلك ملوش علاقه بالاراده، ملوش علاقه بالنيه، له علاقه باللي انت ايه الانبوت اللي انت عامله لجسمك عشان تقدر تتحكم على الهرمونات المسؤوله وتسيطر عليها علشان تشبع. تابعونا في فيديوهات تانية واقول لكم على الاسرار انا بعملها علشان تساعدني ان انا اخس بشكل سريع وفي نفس الوقت بشكل صحي. باي.